عسلامة، صحويلكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. رجعت لكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ودبارة من دباير رمضان. كل عام وانتم حيين بخير. دونك ما نطولش عليكم، اليوم باش نعملوا مع بعضنا بيتزا، مقرونة باللحم بقري، سلطة مشوية وبريك. دونك والشربة عندي بيت مانيش باش نطيب. دونك اول حاجة باش نحضر العجين متاع البيتزا باش نخليها ترتاح. دونك هنا خذيت بول حطيت فيه مقدار 7 مغارف من الفارينة مليانين بالكدا كما تشوفوا تقريبا 300 جرام. دونك باش نزيد عليها كعب عظم، عليهم 3 مغارف زيت زيتونة. دونك مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة خميرة خبز. الخميرة هنا فما تكون ما يحبهاش في البيتزا، دونك حاجة اختيارية انا نحطها في البيتزا. نحط مغرفة صغيرة مش برشا باش في ساعة تخمر العجينة وتحضر ما تاخذش برشا وقت، ومغرفة صغيرة سكر. هذوما الكل دونك باش نحركهم مع بعضهم حتى لين يتمزجوا. ومن بعد عندي تقريبا مقدار 200 مليلتر الحليب يكون دافي، حليب يكون دافي مش بارد. دونك وبشوية باش نبدأ نتبع حتى لين تتماسك العجينة ويبدأ القوام متاعها متماسك، يعني ما هو الشكل يبدأ جيري برشا وما هيش تبدأ عاقدة برشا. دونك هذه العجينة بعد ما لميتها مع بعضها بالطبيعة لازم تعجنها بالكدا حتى لين تولي طرية العجينة وكل تدخل في بعضها، وباش نغطيها ونخليها ترتاح مدة ساعة غير ربع. وهنا عندي الحشو دونك اللي باش نحضر بالبيتزا. عندي طن زيتون اكحل، 100 جرام جبن موتزاريلا، والصوص متاع البيتزا اللي سبق وحضرتها معاكم في القناة. توا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك هذه العجينة دونك خليتها ارتاحت وباش نعجنها مليح مليح كما تشوفوا. حطيت شوية فارينة على الرخامة دونك وبالقلقال باش نبدأ نحلها حتى لين حطيتها في الطبق اللي باش نطيب فيه. كما تشوفوا ما شاء الله حجمها كبير بالكدا، دونك ما شاء الله كبيرة. دونك لهنا حطيتها في الطبق اللي باش نطيب فيه. عملتها نقبتها بالفرشيطة، دونك خطوة اختيارية لكن من المستحسن انك نقبها باش تدخل فيها الصوص، وديما خير كي تعملها كيكة في ساعة ما تحسها تطيب. دونك لهنا باش نحط الصوص. من بعد دونك عندي بصل دونك قصيته كما تشوفوا طرونشات، فلفل شوية فلفل. دونك تنجم تحطها تشخشخها تعمل تحط اي حاجة تحبها، لكم حرية الاختيار. دونك جبن موتزاريلا هني خذيت 100 جرام. دونك باش نزيدها توا الطن والزيتون وباش نحطها في الفور. تقريبا خذيت ما حسبتش الوقت الحقيقة خاطرني تغصرت في الوقت على الاخر نهارتها في الكوجينة. دونك اكثر من نص ساعة، اكيد اكثر من نص ساعة. دونك تسخنوا الفور من قبل وتحطها دونك طيب لك. دونك ديما تطل عليها، لكن بقات وقت يمكن ساعة غير ربع ولا حتى اكثر. دونك خذيت برشا وقت في الطيب، ما في الاخر جات بنينة على الاخر. وتوا باش نتعداو للمقرونة. دونك لهنا عندي لحم بقري، عندي 3 مغارف كبار طماطم معجونة، تقريبا كما تشوفوا نص كاس زيت، وعندي الفحات متاعنا كما تشوفوا. دونك فلفل اكحل، كركم، فلفل زينة بالطبيعة، ملح. دونك هذيك المقرونة الفل متاعنا متاع العادة والعويد. دونك اول حاجة خذيت كاسرون، دونك حطيت فيها كونتيتي باهية متاع الزيت باش نقلي فيها اللحم. من بعد باش نحط معاه الطماطم 3 مغارف كبار كما تشوفوا. دونك باش نخليهم يتكتكوا مع بعضهم دايدة باهية.
ومن بعد ما خليتهم تكتكوا مدة باهية مع بعضهم، دونك زدت ورقات الرند ولهنا زدت له فيها الكل، الكركم، الفلفل زينة، ملح، فلفل اكحل. دونك وباش نمرقهم بالماء سخون بالطبيعة، دونك ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في عقلهم. توا باش نمشيو نعملو حاجة اخرى، دونك باش نحضروا مع بعضنا الملسوقة. دونك باش نحضروا الملسوقة ونطويوها باش نعملو بها دبريك بالطبيعة. وهنا عندي نص طزينة ملسوقة، دونك ملسوقة دياري باش نطويها ونحضر التختوخ متاع البريك باش نوريكم كيفاش نعملو. دونك كيما تشوفوا بالسياسة الكعبة ديجا كما تشوفوا لاصقين من بعضهم، باش نحاول نستويها من الجناب الكل ونعملها تجي مستوية قد قد. وهذه الملسوقة دونك الكعيبات متاعنا الكل طويتهم، حاولت اني نستويهم خاطرهم ديجا فيهم اللي مقطعين. دونك ومن بعد خذيت كعبة البطاطا كيما تشوفوا، لهنا تنجم تاخذ كعبة ما اقل بالطبيعة باش نقصها. دونك وباش نغسلها وباش نحطها كيما تشوفوا قصيتها رونديلات، باش نحطها في شوية ماء وملح وكركم ونخليها تتصمت حتى لين تولي هابية بالكدا. ونجيو توا للسلطة المشوية. دونك خديت فلفل، طماطم، كعبة بصل، دونك باش نشويهم على الكانون العربي. دونك هذه سلطة مشوية تونسية 100%. دونك سهلة برشا. من بعد ما شويتهم كيما تشوفوا، دونك باش نحطهم في ساشي باش يعرقوا، باش من بعد يسهل عليا في التقشير متاعهم. وهرستهم بالمهراس العربي زيدا مهراس النحاس، دونك لا رحايا لا حتى شيء. وهذه البطاطا دونك بعد ما تصمت بالكدا خديت بول وباش نرفسها بفرشيطة. دونك سهل برشا. باش نزيدها المعدنوس، دونك لهنا مش برشا، شوية معدنوس، شوية دونك بصل قصت له شطر مش كعبة كاملة، شطر كعبة بصل. دونك يبننها برشا، انا نحب البصل في البريك. توا باش نزيد مغرفة هريسة كبيرة، نجم تنقص نجم تستغنى عليها جملة، لكن انا نعمل الهريسة في البريك. دونك جربوها الطريقة هذه وتفكرون يجيكم بنين بنين على الاخر. دونك بالطبيعة باش نزيدها الطن والملح. دونك فوالا هذوما هما الحاجات اللي باش نحطهم باش نكتفي بيهم. بالطبيعة من بعد باش نزيد العظم باش يتلم لي الكل مع بعضه بالطبيعة. وخذيت كيبات الملسوقة دونك باش نعمرهم كيما تشوفوا. دونك مش محبية برشا الكعبة، تبدا باش اللي من داخل يطيب. اي فوالا حطيت المقلة تسخن على النار، دونك باش نقليهم الكيبات الكل كيف كيف. فوالا دونك هذه الريسيت متاعنا اليوم دبارتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. كما تشوفوا حاجات بسيطه سهله في ساعه ما تحضر، وخاصه ما تاخذش برشا وقت في الكوجينه. هذه البيتزا ما نحكي لكمش ما شاء الله، تشوفوا منظرها وديجا يحكي كل شيء، وتزيد البنه بالحق ما شاء الله ما شاء الله. دونك هذيك الشوربه بيته، الدشيشه يا ربي بيته، ما طيبتش. هذو مكعبات البريك. دونك فوالا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال ان شاء الله يا ربي. نتقابلوا في فيديو جديد ووصفه جديده. اي فوالا هذه كانت دبارتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى. نحبكم برشا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.